عمرك فرحت بشاليه رخيص لقطة في عز الصيف؟ صدقني بعد اللي هحكيهولك النهاردة هتدفع كل اللي في جيبك حرفيا عشان ما تدخلش الشاليه اللي احنا دخلناه. اهلا بيكم يا دراويش في سهرتنا اللي متعودين فيها نفصل عن دوشة العالم ده وندخل لعالم تاني خالص. وزي ما اتعودنا، طفيل النور والبس سماعاتك ويلا بينا نحكي الحكاية. أنا مصطفى محمود ودي حكاوي الدرش. الحكاية ابتدت أول ما قررنا أنا وشلة من صحابي إن إحنا نطلع نصيف. دورنا كتير لحد ما لقينا إعلان على جروب الفيسبوك لشاليه في مطروح. السعر كان نكتة ورخيص جدا في عز السيزون، والسمسار قال لنا كلمتين: الشاليه ده لقطة، بس أمان عليكم محدش يقرب من الأوضة اللي في آخر الطرقة، عشان الأوضة دي فيها كراكيب المالك ومقفولة بقفل. اتحركنا يوم الخميس 10/7 بالليل، ووصلنا مطروح يوم الجمعة الصبح، والجو كان تحفة حرفيا. استلمنا المفتاح ودخلنا الشاليه بالنهار. الشاليه كان واسع وتصميمه كان قديم شوية، بس الغريبة أول ما فتحنا باب الشاليه هبت علينا ريحة كمكمة فظيعة، كأن المكان ما انفتحش من سنين، وريحة تراب مخلوطة ببرودة غريبة. المهم بصينا على الأوضة اللي في آخر الطرقة، لقيناها فعلا مقفولة بقفل مصدي. ضحكنا وهزرنا قلنا ده أكيد أوضة العفاريت، وكبرنا دماغنا وقضينا يوم عادي جدا. نزلنا البحر وبلبطنا وكلنا رجعنا الشاليه بالليل هلكانين وتعبانين بس مبسوطين. ما كناش نعرف ان الهزار هيقلب حقيقة. قسمنا الأوض وقعدنا في الصالة نسهر سهرتنا لحد ما الساعة جت 3 الفجر. كنا بنلعب كوتشينة وفجأة الجو برد بطريقة غريبة كأننا في تلاجة، وبعدها سمعنا صوت خطوات تقيلة ومكتومة جاية من الأوضة المقفولة. الأوضة السمسار اللي قال إن مفتاحها ضاع. واحد من صحابي اسمه حمو، بس حمو كان قلبه جامد شوية، قام وقال أكيد في حرامي دخل من شباك الأوضة دي. حمو بدأ يتحرك ناحية الطرقة الضلمة واحنا باصين عليه، وأول ما حط ايده على مقبض الباب المقفول النور قطع في الشاليه كله. وفي عز الضلمة سمعنا صرخات حمو، صرخات مكتومة كأن حد كاتم نفسه. نورنا كشافات الموبايل في ثانية وجرينا عليه، لقيناه واقع على الأرض ومتخشب وبيبص لباب الأوضة المقفولة. الباب اللي كان مقفول بقفل مصدي كان مردود ومفتوح منه شق صغير، ومن الشق ده كان فيه نور أحمر خافت، وعين مش بشرية بصلنا كلنا من ورا الباب المقفول. وسمعنا صوت همس بيتنفس في ودنا كلنا في اللحظة دي وبيقول: مسكنا حمو وسحبناه من على الأرض وسيبنا شنطنا وحاجتنا كلها وطلعنا نجري على البوابة الرئيسية للقرية كأننا بنسابق الموت. وهناك لقينا عم سيد البواب، راجل صعيدي كبير في السن، شافنا بننهج ووشنا أصفر وسألنا بخضة: خبريه يا ولدي؟ طايرين كده ليه وطالعين منين في نصاص الليالي دي؟ قلنا له احنا بننهج من شاليه 14. الراجل وشه جاب ألوان والكشاف وقع من ايده وبدأ يقرأ آية الكرسي وهو بيترعش، وقال لنا: شاليه 14 يا مرار الطافح، ده الشاليه دي متشمع بالشمع الأحمر ومكفول من 5 سنين يا ولدي. سألناه ليه؟ قام رد علينا: دي حكاية طويلة جوي يا ولدي ومحتاجة قعدة. قمنا قعدنا على الأرض وعم سيد بدأ يحكي لنا القصة إياها. عم سيد قال لنا إنه من 5 سنين جه شاب في الشتاء وأجر الشاليه ده لوحده، والشاب ده كان غاوي كتب سحر وتحضير سفلي. وفي ليلة زمهرير الجيران سمعوا صوت صرخات بتدق القرية كلها، ولما الأمن كسروا الباب ودخلوا الشاليه ملقوش الشاب، لقوا بس هدومه مرمية في الصالة.
وفي الأوضة اللي في آخر الطرقة لقوا مكتوب على حيطانها بالدم: العهد بدأ. ومن يومها الشاب ده اختفى تماما، كأن الأرض انشقت وبلعته. وكل اللي بيحاول يقرب من الشاليه ده بالذات بيسمع صوت خطوات الشاب ده جوه الأوضة، كأنه لسه محبوس هناك وبيدور على جسد يطلع بيه للعالم بتاعنا. احنا طلعنا من القرية دي وما فكرناش نرجع نجيب هدومنا وحاجتنا من الشاليه. والسمسار اللي كلمناه للأسف طلع نصاب، بياخد عربون من الناس على النت ويديهم مفتاح مضروب لشاليه مقفول ويلبسهم في الحيطة. بس احنا لبسنا في حاجة أسوأ من الحيطة. نصيحة من أخوك الدرش: مش كل حاجة رخيصة تبقى لقطة، أحيانا بتبقى فخ. خلوا بالكم من نفسكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، عشان في حكاوي الدرش الرعب ما بيخلص. سلام.